واخيرا وليس اخرا، حسابات اركن الرسمية بتنزل لنا فيديو تشويقي عن تريلر اركن الموسم الثاني، واللي مش بتبين فيه تفاصيل كتير. وطبعا لو انت شفت الموسم الاول فاكيد نسيته، فقدامك حاجة من الاتنين: يا تشوف ملخص ليه او تعمل ريواتش للموسم الاول من تاني. بس الفيديو ده هشرح لك فيه شوية حاجات خاصة بالتريلر التشويقي والإعلان الرسمي بتاع الموسم التاني، واللي بيدي تلميحات لأحداث وشخصيات القصة، زائد ملخص بسيط هيخليك تسترجع أحداث الموسم الأول. سيب بصمتك لايك ويلا بينا نشوف الفيديو. اولا كده، مسلسل اركن مشتق من اشهر لعبة اونلاين معروفة في الكوكب، وهي لعبة ليج اوف ليجندز. فلو انت بتلعبها ومتابع كويس لقصص الشخصيات فمبروك، انت ملم بجزء كبير باحداث قصص الشخصيات. لكن لو انت محب للمسلسل بس فالفيديو ده ليك. المهم، ايه هو مسلسل اركن؟ بكل بساطة المسلسل بيتمحور بعدة شخصيات، ابرزها الاختين في وجينكس، واللي بيفترقوا بسبب سلسلة أحداث مأساوية، واللي بيخلي في بتصبح مقاتلة قوية تسعى لتحقيق العدالة، وجينكس بتتجه نحو الجنون، واللي بتبقى عبارة عن مجرمة خطيرة. ده طبعا كبداية لازم تكون عارفها عن المسلسل، بس هنتكلم الأول عن أحداث المسلسل، وبالذات أماكن حدوث المسلسل. الأماكن بالظبط من وسط عوالم ليج اوف ليجندز بيدور المسلسل في مدينتين: مدينة بيلتوفر واللي منها شخصيات كتير زي كاتلين وجيس وهايمر دينجر وكامل، ومدينة زون اللي طبعا منها جينكس والسنجد وورويك وإيكو وشخصيات تانية كتير. وطبعا بيلتوفر بتمثل التقدم والتكنولوجيا والأمان، بعكس الزون تماما اللي بتمثل الفقر والظلم والصراعات والفوضى، واللي بيدور بين المدينتين صراع قوي بين السياسة والطبقات المختلفة، وصراع الحصول على الهايكستكس. ايه الهايكستكس ده؟ بكل بساطة هو المحور الأساسي للقصة، واللي عبارة عن قوة بتمزج بين التكنولوجيا والسحر، واللي ممكن تغير حياة الجميع في بيلتوفر وزون، واللي تقدر تجلب التقدم والازدهار. بس للأسف برضو ليها جوانب خطيرة، زي إنها ممكن تستعمل كسلاح، وده طبعا اللي بتستعمله في القفاز بتاعها، أو اللي بيستعمله جيس. طبعا أنا حبيت ألخص لكم الجزء الأول من المسلسل من غير حرق، مجرد شرح عادي. نروح بقى للفيديو التشويقي للموسم الثاني اللي هينزل في شهر 11، واللي بيطرح فيه تساؤلات كتير، أولها شكل الغلافين بتاع الجزء الاول والتاني، واللي بيوضح الغلاف بتاع الجزء الاول حط في لجينكس اللي بيبقى مليان مشاعر، بعكس الجزء التاني اللي بتحضن فيه جينكس في بحضن خالي من المشاعر نهائي، وغير نظرات الصادمة اللي مليانة رعب. حاجة محيرة ويديك تساؤل: هو جينكس ناوية تعمل ايه في الجزء التاني؟ وغلاف الجزء التاني اللي اتنشر في حسابات اركن الرسمية تحت عنوان Nothing Ever Stays Dead، اللي بجد مش فاهم يقصدوا ايه، ويمكن احتمالية انهم يقصدوا فاندر وتحوله لشخصية وورويك، وده طبعا كمجرد نظرية. طبعا نروح للفيديو التشويقي واللي بيتقال فيه لدينا بعض المفاجآت، اللي بيوضح استعداد في وكاتلين للقتال، وده معناه ان خلاص في انضمت للشرطة مع كاتلين بعد ما كانت خارجة عن القانون. واللي بيظهر في الفيديو 3 شخصيات مجهولين، فمش عارف الحقيقة هل دول شخصيات جانبية اخرهم يظهروا في مشهد ولا 2 وخلاص، ولا ليهم وجود بارز في القصة. هنتفاجئ كلنا. انا خايف الشخص ابو درع ده يطلع بروم في الاخر، بس لا ما اظنش برضه، بجد التفكير اكل دماغي. واخيرا نزل اول اعلان رسمي للجزء الثاني، واللي زي ما هو متوقع ظهور شخصيات كتيرة في الجزء ده زي وورويك وايكو وهايمر دينجر وسنجد وبعض الشخصيات الجانبية، وغير كمان شخصية امبيسا، واللي هتكون شخصية في اللعبة، واللي هتنزل بنسبة كبيرة قبل نزول الموسم الثاني، واللي هتكون فايتر وشخصية صعبة
الضربة زي ما بيقولوا. والتريلر الحقيقة مبين ان هيبقى فيه اكشن كتير جدا وانفجارات ومطاردة، وغير كمان عداوة جينكس مع كاتلين وفي اللي هتبقى مشتعلة طول المسلسل. حقيقة اتوقع ان الجزء ده ممكن يتفوق عن الموسم الاول من حيث مستوى الرسومات وتسلسل احداث القصة، والله اعلم. والسؤال هنا، هل خلاص جينكس هتبقى العدو؟ طب ليه ما تأثروش باللي عملته جينكس في الجزء الاول؟ وايه اللي حصل بعد الاجتماع؟ حقيقة اسئلة كتير مش هتتجاوب الا بنزول الجزء التاني. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات انتم متحمسين قد ايه في نزول الجزء ده، واللي اكيد هعمل لكم فيديو مخصوص هوضح لكم فيه القصة من تاني اول ما ينزل. فترقبوا اللي جاي. مع السلامة.